السلام عليكم ورحمة الله. نريد إنجاز هذا التمرين المتعلق بالدوال اللوغاريتمية، وهو مأخوذ من بكالوريا أجنبية. مقسم إلى ثلاث أقسام: لا بارتي A، لا بارتي B، إلى بارتي C كما أنتم تشاهدون الآن. لمن أراد أن يوقف الشاشة ويكتب التمرين ثم يعيد ثم يقوم بحله قبل أن يرى الحل فأحسن، وإن لم يريد أن يتابع فليلاحظ معي مرحلة بمرحلة. سوف نبدأ الآن بالجزء الأول. ننتقل إلى صفحة العمل. الآن يقول لي U soit U la fonction définie sur 0 plus l'infini par U x égale x carré moins 2 plus ln x. قال لك étudier la variation de U sur 0 plus l'infini et préciser ses limites en 0 et en plus l'infini. ماذا يقصد بذلك؟ قال تكون دالة f معرفة على المجال صفر مفتوح زائد ما ننهيها بالعبارة الآتية كما أنتم تلاحظون. الآن السؤال قال لي ادرس تغيرات الدالة f على المجال المذكور، على مجال تعريفها، محددا النهايات عند الصفر وعند الزائد ما لا نهاية. نبدأ الآن على بركة الله بالحل. الآن قال لي إلي إكس ماذا تساوي؟ تساوي إكس مربع ناقص 2 زائد ln إكس. لكي ندرس تغيرات الدالة f لابد أن نجد الدالة نجد يفتح لي إكس. الدالة f قابلة للاشتقاق على مجال صفر زائد منهي لأنها مكونة من مجموع دالتين قابلتين للاشتقاق على ذلك المجال، وبالتالي فإنها تقبل الاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية، ودالتها المشتقة y فتحة x ودالة y فتحة، حيث y فتحة ل x تساوي 2 x. طبعا أشتق لأن مشتق y زائد مشتق v، مشتق y زائد v نحن نعلم أنه يساوي مشتق الأول زائد مشتق الثاني. سوف أطبق ذلك. مشتق الاثنان صفر، مشتق الإكس هي واحد على ln إكس هي واحد على إكس، وتساوي ماذا؟ طبعا 2 إكس مربع زائد واحد على إكس. نلاحظ أن لما إكس يكون أكبر من الصفر، لما إكس أكبر من الصفر 2 إكس مربع زائد واحد أكبر من الصفر، وطبعا إكس أكبر من الصفر، إذن يفتح لي إكس أكبر من الصفر من أجل كل إكس أكبر من الصفر، لأنه مجال تعرف صفر زائد المنهي هذا نفس الشيء. نقول لك صفر زائد المنهي ونقول لك إكس أكبر تماما من الصفر نفس الشيء. الآن استنتجنا ماذا؟ استنتجنا هنا إذن بما أن يفتح لي إكس موجبة تماما، إذن يو الدالة يو متزايدة تماما على المجال صفر زائد المنهي، على المجال صفر زائد ما لا نهاية. الآن نقوم بحساب النهاية. حساب النهاية عند الأطراف طبعا مجموعة التعريف، وهي عندي ليميت إكس مربع ناقص 2 زائد لان إكس. طبعا لما إكس يؤول إلى إكس بقيم كبرى، لأنه غير معرف على الصفر قيم صغرى، وتساوي ماذا؟ لو تقوم بالتعويض أو صفر قيم كبرى، أن إكس مربع صفر ناقص 2 زائد لان صفر. نحن نعلم أن نهاية ln إكس لما إكس يؤول صفر بقيم كبرى تساوي ناقص ما لا نهاية. إذن ناقص ما لا نهاية مع الصفر وناقص 2 لا تعمل أي شيء، تساوي ناقص ما لا نهاية. بالنسبة لنهاية إكس مربع
ناقص 2 زائد ln x لما x يؤول إلى الزائد ما لا نهاية. واضح أنه يساوي زائد ما، لأن نهاية x مربع هي زائد ما لا نهاية عند زائد ما لا نهاية، ونهاية ln x هي عند زائد ما لا هي زائد ما لا، إلى المجموع إذا زائد ما لا نهاية بكل بساطة. الآن بالنسبة للسؤال الثاني الجزء A. Montrer que l'équation u de x égale 0 admet une solution unique sur 0 plus l'infini. On note alpha cette solution. يقصد ذلك بين أن المعادلة u de x تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا على المجال صفر زائد ما لا نهاية نسميه ألفا. ماذا لابد أن الدالة f الدالة u عفوا مستمرة على المجال صفر بلس لانفيني لأنها متزايدة تماما، وهي متزايدة تماما على ذلك المجال. ماذا أيضا لدينا u لألفا اللي هي طبعا صفر تنتمي من نهاية u لx لما x يؤول إلى الصفر قيم كبرى، ونهاية u لx لما x يؤول إلى الزائد ما لا نهاية. أي أن الصفر ينتمي إلى ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، أو ينتمي إلى صفر ينتمي إلى، ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإنه يوجد حل وحيد ألفا حيث u لألفا يساوي الصفر. وحدانية الحل يحدده التزايد أو الرتابة، ووجود الحل طبعا هو أن الحل أن العدد يكون محصور بين أطراف نهايات تلك عند النهايات أو عند الصور. فقط ماذا يمكن أن أقول à l'aide de la calculatrice déterminer un encadrement d'amplitude 10 أس ناقص 2 de ألفا. قال لك باستعانة بآلة حاسبة حدد حصرا ساعته 10 أس ناقص 2 لألفا. حب يقول هنا طوق احنا ما قلنا الصفر ينتمي ناقص من زي ما هنا ونعرف أنا عفوا الحل محصور بين ألفا، هذا محصور بين الصفر والزائد ما لا نهاية. كيفاش نبين نوجد له حصرا ساعته 10 أس ناقص 2؟ ما معنى ساعته 10 أس ناقص 2؟ مثلا يقول لي محصور بين 0.25 مثلا و 0.26، هذا حصر ساعته 0.01 اللي هو 10 أس ناقص 2، أو بين 0.47 و 0.48 هذا حصر أيضا ساعته 10 أس ناقص 2. كيف أجد ذلك؟ لابد أن أجرب. الآن سوف أرى على حاسبة. عندي مثلا عند الدالة إي لإكس أضعها أمامي، ماذا تساوي إي لإكس؟ إكس مربع ناقص 2 زائد ألم إكس مربع ناقص 2 زائد لم إكس. أولا سوف أجرب الآن الواحد مثلا إلي واحد ماذا تساوي؟ تساوي واحد مربع واحد ناقص 2
زائد صفر اللي هي ناقص واحد. وجدت الحل سالب. سوف أرى مثلا إي لاثنان. إي لاثنان إذا وجدت موجب فإن الألفا محصور بين الواحد والاثنان. سوف أرى أربعة طبعا ناقص اثنان زائد ألان اثنين اللي هي عدد موجب صافي. معليش نحسبوها كاع. واضح أنه موجب. اثنين أربعة ناقص اثنان زائد لان اثنان تعطيك 2.69 وهو مقدار موجب. إذا ألفا على بالي بلي محصور بين الواحد والاثنين. مازال ما وصلش للحصر ساعة. الآن سوف أجرب مثلا لو وجدت عدد سالب وهذا عدد موجب، يعني يمكن أن يكون سوف أجرب مثلا من 1.5. كيف يكون إشارته؟ 1.5 مثلا سوف أحسب صورة إي ل 1.5 اللي هي 1.5 مربع ناقص 2 زائد آلان 1.5 بكل بساطة. 1.5 مربع ناقص 2 زائد لان 1.5 ويساوي عدد موجب يساوي 0.65 تقريب 0.66 والمقدار موجب. إذن يمكن أن نقول أن ألفا محصور بين الواحد والواحد فاصل خمسة. يعني غير نزيد نقلص في ساعات الحصر. أليس كذلك؟ أني أقلص كل شيء كل مرة أقلص الحصر. الآن هنا الواحد وليس الناقص واحد لأن ألفا محصور بين الصفر والزائد ما لا نهاية. اليوم لا يمكن أن يكون ناقص واحد. ليس كذلك. الآن يمكنني أن أجرب مثلا ربما أستعمل تنصيف أو غير ذلك لا يهم ذلك. يمكن أن أستعمل شيء آخر. أجرب مثلا صورة 1.4 ل1.4. ما هو إي ل1.4؟ نفس الشيء 1.4 مربع ناقص 2 زائد لان 1.4 تساوي عدد موجب. مقدار موجب. إذا يمكن أن نقول أن ألفا محصور بين الواحد والواحد فاصل 4. إذا قلنا موجب هذا سالب. أرأيكم لو أجرب إي ل1.3 1.3 مربع ناقص 2 تساوي زائد 1.3 هو مقدار سالب. لاحظ الآن ولا سالب 1.3 سالب و1.4 موجب. يمكن أن نقول أن ألفا محصور بين 1.3 و 1.4 لأن صورة 1.3 وجدناها سالبة وصورة 1.4 وجدناها موجبة. إذا يمكن أن يكون إلي صفر. إلي ألفا هو صفر فهو محصور بين إي ل1.3 إي ل1.4 أي أن الصفر محصور بين مقدار سالب ومقدار موجب كما وجدناها الآن.
سوف أستعمل المسح. عندي 1.3 الصورة تاعو سالبة، 1.31 سوف أبحث عنها، 1.32، 1.33، 1.34، 1. يمكن أستعمل التنصيب ثم 1.36، 1.37، 1.38، 1.39، 1.4. كان يمكنني أن أستعمل التنصيب ثم سأبدأ الآن. هنا 1.3 هي الصورة تاعو موجب، وصورة 1.4 سالب، الأخرى موجب. 1.31 ما هي صورته؟ 1.31 مربع ناقص 2 زائد 1.31 الآلام تاعها تقراوها الفوق اسكير في ذلك تساوي عدد سالب. إذا الألفا موش محصور هنا. الآن 1.32 1.32 1.32 مربع نعم ناقص 2 زائد 1.32 الآلام تاعو يساوي مقدار موجب. إذا لو بحثت عنها سوف تجدها كلها موجب. إذا ألفا محصور، هاي ألفا هنا محصور بين 1.31 و1.32. لو درت الفرق 1.32 ناقص 1.31 سوف تجد 10 أس ناقص 2 اللي هي 0.01. إذن هذا هو الحصر الذي ساعته 10 أس ناقص 2 بكل بساطة. Déterminer le signe de U et X suivant les valeurs de alpha. alpha يقول إشارة U et X حسب قيم alpha. احنا وجدنا طبعا أن طبعا إكس أنا إلي إكس طبعا أن إلي ألفا تساوي الصفر. قبل الألفا قلنا أنه إشارة سالبة وبعده إشارة موجبة. لماذا؟ لأن الدالة متزايدة فقط. لو كانت متناقصة سيكون العكس، كنت متزايد عندك 1.31 و 1.32 راك متزايدة. طبعا كل أعداد تجي هنا قبل تكون صورتها سالبة، كل عدد تجي بعد الألفا تكون صورتها موجبة. هذا مثلا أنا متزايدة. إذن لو قمنا بإنشاء جدول التغيرات لكان اتضح الأمر جليا. هو لم يطلب لي سؤال، ولكن كان يمكن أن أمثل جدول التغيرات لألاحظ ذلك. الآن احنا حددنا إشارة إلى إكس حسب قيم ألفا. قبل ألفا فقط لم يكمل الشيء، هذا فقط أن ننسى هذه العبارة أنه صفر
زائد ما لا نهاية، والصفر قيمة ممنوعة. الآن مونطري ليغاليتي ln ألفا يساوي 2 ناقص ألفا. برهن المساواة أن ln ألفا يساوي 2 ناقص ألفا مربع. نبرهنو ln ألفا يساوي ألفا مربع فمربع 2 ناقص ألفا مربع 2 ناقص ألفا مربع. أولا نحن نعلم أن U لألفا تساوي الصفر. هذا وش يعني؟ يعني أن U لألفا هنا U لإكس ما هي U لإكس هي ما هي U لإكس إكس مربع ناقص 2 إكس مربع ناقص 2 زائد ln إكس. إذا U لألفا وش تعني؟ أن ألفا مربع ناقص 2 زائد لان ألفا يساوي الصفر. هذا يعني أن لان ألفا يساوي ناقص ألفا مربع زائد 2 ويساوي 2 ناقص ألفا مربع. أنا بينها فقط. بالنسبة للجزء الأول قد تم. سوف ننطلق إلى الجزء الثاني. أبارتي بي. قال لك نعتبر الدالة اف المعرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية ب اف لإكس. نعيد كتابتها. هنا الدالة اف لإكس تساوي إكس مربع زائد 2 ناقص ln إكس لكل مربع. On note f prime la fonction dérivée de f sur 0 plus l'infini. f فتحة هي الدالة المشتقة للدالة f على مجال صفر زائد ما لا نهاية. طبعا هي مشتق دالتين مجموع دالتين قابلة للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية، فهي قابلة للاشتقاق. ودالتها المشتقة المعرفة كما يلي: f فتحة لإكس تساوي وقال يعبر عليها بدلالة U لإكس. قال لك x primé pour tout x de 0 plus l'infini f prime de x en fonction de U لإكس. عبر عن f فتحة بدلالة U لإكس. سوف نعبر عنها أولا بدلالة x ثم بدلالة U لإكس. تساوي ماذا؟ تساوي مشتق x مربع 2x مشتق دالة مركبة من الشكل U أس n هي ماذا؟ عندي مشتق U أس n. قلنا الآن الإي فتحة الإي أس n ناقص 1 يعني ينزل 2 مشتق 2 ناقص ln إكس هي ناقص 1 ln إكس، لأن مشتق 2 هي صفر ومشتق ناقص ln إكس هي ناقص 1 ln إكس في الدالة هذه نقص لها قوة واللي 2 ناقص ln إكس فقط أس 1 تساوي ماذا؟ 2 إكس. ما رأيكم لو 2 إكس رجعها 2 إكس مربع زائد إكس زائد أو عفوا ناقص ماذا؟ 2 في 2 ناقص لن إكس على إكس. واحد المقامات والاثنين المقامات وحده. طبعا سوف أجمع البسطين. 2 إكس مربع ناقص 4 زائد لان إكس على إكس ويساوي 2 كعامل مشترك إكس مربع ناقص طبعا زائد 2 لان إكس لأن 2 لان إكس نعطيني 2 إكس مربع ناقص 2 زائد
لام إكس على إكس تساوي 2 إلى إكس. هذه هي 2 إلى إكس على إكس. بكل بساطة عبرنا عن اف بريم دو إكس تساوي 2 إلى إكس على إكس بكل بساطة. الآن on déduit les variations de f sur 0 plus l'infini. استنتج اتجاه تغير الدالة. أولا ألاحظ أن إشارة هذه لأن x أكبر من صفر، إشارة 2 u لx على x من إشارة u لx، أو يمكن أن أقول 2 على x أكبر من الصفر، إذن إشارة u لx. بما أنه نفس الإشارة إذن لهما نفس اتجاه التغير. u لx ما هي إشارة اتجاه تغير u لx؟ هي متزايدة تماما، إذن اف فتحة أيضا متزايدة تماما. إذن اف فتحة إذن دل اف متزايدة تماما على المجال. عفوا ماذا أقول؟ عفوا ماذا فعلت؟ لأني سوف أدرس الآن إلى إكس ما هي إشارتها. إلى إكس هذه هو الإشارة. إذن اف سوف تكون متناقصة ثم متزايدة. عفوا سوف نقوم بإنشاء جدول الإشارة. مادام أنه عرفنا أنه إشارة اف فتحة لإكس بإشارة إلى إكس، مباشرة سوف أقوم بكتابة اف فتحة لإكس أن على المجال صفر زائد فلا نهاية، نعدم عند ألفا نفس الإشارة قلنا من سالب من موجب. اف لإكس لو شئت أن أرسم كذا سوف نرسمه. لا لم يطلبني من رسم كذا، وإنما قال متناقصة، إذن هي المجال متناقصة تماما. اف تماما على المجال صفر ألفا، ومتزايدة تماما على المجال ألفا زائد ما لا نهاية فقط. هذا ما طلب اتجاه التغير ولم يطلب شيئا. On déduire les variations de f sur 0 plus l'infini. هذا الجزء تم. بالنسبة للجزء الثالث قال لي dans le plan rapporté à le pair orthogonal مع متعامد ومتجانس OIG. On note dans la courbe représentative de la fonction ln logarithme népérien. f طو هذاك هو التمثيل البياني للدالة اللوغاريتم النيبيري ln x.
A le point de coordonnées 0, 2. M le point de taux. L'abscisse x appartenant à 0 plus l'infini. M le point de taux d'abscisse x. اللي حاب يقول M هي النقطة ذات الفاصلة x من المنحنى طو. Appartenant à 0 l'infini طبعا. Montrer que la distance AM est donnée par AM égale. قبل ذلك سوف نقوم بتمثيل ذلك. الآن نقوم بتمثيل ln x طبعا بهذا الشكل. طبعا هي التمثيل بياني لln x كما تلاحظون. قال الآن A هي النقطة ذات الكوردوني 0 نكتب A 0 نقطة A. هذه النقطة A. M le point de taux d'abscisse x appartenant à 0 plus infini. نضع نقطة M مثلا. نقطة M مثلا نسميه هنا x مع 7 ولا نقولوا 3 مثلا. فهذا هو x. هذا x. أنا مثلا وأي نقطة M. نسميها نقطة M. نقطة M. هذه النقطة M ذات الفاصلة x. ترتيبها إذا ماذا يكون؟ لن x. ترتيبها طبعا سيكون هنا سوف يكون ترتيبها لن x بكل بساطة. المقدار هو لن x فقط. سوف أمحي هذا المستقيمين. رينا بلي لن x هنا هذا ماذا لو رجعته هنا أحسن. وش قال الآن؟ montrer que la distance AM ما هي AM حوس على هذه المسافة اللي بين بلي تساوي ماذا تساوي؟ تلاحظ بلي AM هنا ماذا تلاحظ؟ عفوا AM مربع. تلاحظ بلي AM كلكم يلاحظ هذا يساوي x مربع اللي يساوي هذا الطول. هذا الطول ماذا؟ هذا الطول مربع. هذا الطول مربع هو x مربع لأن هذا x زائد ماذا؟ x مربع زائد هذا مربع. هذا ماذا يمثل؟ هذا مربع. هذا يمثل 2.2 ناقص ترتيبة الأولى ناقص ترتيبة لان x الكل مربع. إذا AM مش يساوي AM
كلكم تلاحظون أنه يساوي الجذر التربيعي لإكس مربع زائد 2 ناقص ln إكس الكل مربع. هل هذا هو المطلوب؟ الآن قال لي montrer que la distance AM donne جذر f لإكس. وf لإكس ما هي f لإكس؟ نعود نراجعها. f لإكس هي إكس مربع زائد 2 ناقص ln إكس مربع، إذا تساوي الجذر التربيعي خلاص بينا الجزء هذا. الآن قال لي نعتبر سواء جي لا فونكسيون ديفيني سور زيرو لسيل بي جي لإكس. هذه جي لإكس هي نفسها، حاب يعبر عليها، قال لي جي لإكس نفرضها هي تساوي الجذر التربيعي لإف لإكس، أي الجذر التربيعي لإكس مربع زائد 2 ناقص لام إكس مربع. هذا ما كان. الآن قال لي مونطري كو لا فونكسيون اف جي اون لي ميم فارياسيون، بين باللي الدالة اف و جي لهما نفس اتجاه التغير. أولا جي فتحة لي إكس، ماذا تساوي جي فتحة لي إكس؟ أنا عندي جي لي إكس تساوي الجذر التربيعي لإف لي إكس. ما هي جي فتحة لي إكس؟ هي اف فتحة لي إكس على 2 في جذر اف لي إكس. وبما أننا نعلم أن 1 على 2 في الجذر تاع اف لي إكس موجب، إذا إشارة جي فتحة لإكس من إشارة اف فتحة لإكس، وبالتالي هما نفس اتجاه التغير. هذه طبعا تكتبها، وإن أنا ذكرتها باللسان فقط. الآن قال لي montrer que la fonction f j en Atlas, montrer que la distance AM est minimale pour en un point de taux noté P, dont on précisera les coordonnées. قال لي بين باللي تلاحظ بلي الدالة اف لي اكس تقبل قيمة حدية هنا اف لي، ليس كذلك، هذا يقبل قيمة حدية اف لي. إذا الدالة جي طبعا سوف يكون القيمة الجذر التربيعي لإف لألفا هو نفسه جي لألفا كما نعلم ذلك. جي لألفا طبعا سيكون هو الجذر التربيعي لإف لألفا، وهو نفسه القيمة الحدية الصغرى، لأن هذه بما أن الدالة جي هي تعبر عن المسافة AM، هي الدالة ترفق بكل عدد حقيقي المسافة AM كما عرفناها في السابق، وبالتالي الدالة جي هي نفسها قلنا هي المسافة AM، وهي نفسها الجذر التربيعي لإف لإكس، فإن صورة الألفا بالدالة جي هو الجذر التربيعي لإف لألفا. الجذر التربيعي لإف لألفا هو نفسه القيمة الحدية، يأخذه من أجل القيمة ألفا لأنهما نفس اتجاه التغير. إذا أيضا متناقصة دالة جي لإكس أيضا متناقصة على المجال صفر ألفا، ومتزايدة على المجال ألفا زائد ما لا نهاية، وبالتالي لهما نفس القيمة الحدية، ويكون متناقصا ومتزايدا، وبالتالي هنا قيمة حدية. الدالة مشتقة تنعدم وتغير إشارتها، جي فتحة لإكس تنعدم عند ألفا وتغير إشارتها فقط، وبالتالي جي لألفا تساوي الجذر التربيعي لجي لأف لألفا. كيف نحسبها؟ جي لألفا هي القيمة الحدية، تأخذها طبعا من أجل تساوي ألفا. ألفا هنا محصور بين 1.31 و 1.32، يكون هنايا ألفا قريب. ربما هنا دق، هنا له أيضا هنا ألفا، هنا اف لألفا.
طبعا عفوا مانيش في الدالة اف، وإنما هنا لن ألفا، لأن الدالة لوغاريتم هي اللي رسمتها له. لن ألفا، تلاحظ جيدا أن ألفا لن ألفا. هذه هي النقطة P اللي تكون المسافة A1 فيها أصغرية. AP تكون هنا أصغر ما تكون. هنا المسافة هما هذه الدالة ترفق بكل عدد المسافة هذه وهذه وهذه إلى غيرها. هذو هما المسافات A1. يعني كل ما تغير في المنحنى يزيد طول تحت. أصغر ما تكون قلنا عند ألفا، عند النقطة ذات الفاصلة ألفا اللي هي تنقطع معها عند النقطة بي، هذه يسمىها بي. هل هذا مفهوم؟ نريد أن نبحث الآن عن مقدار الطول أبي. لاحظ معي جيدا ماذا يساوي أبي بيانيا. أبي أبي مربع ماذا يساوي؟ أو مباشرة بتعويض ألفا في مكان إكس سوف يتحصل على أو هو في الحقيقة هو ألفا مربع، نعم ألفا مربع ناقص أو زائد أبي مربع. بالنسبة إلى أبي مربع بيانيا هو يساوي هذا مربع اللي هو ألفا مربع زائد هذا مربع اللي هو 2 ناقص لن ألفا لكل مربع. وماذا قال لي بين أنه ماذا يساوي؟ قال لي بين أن أبي يساوي ألفا في الجذر التربيعي لواحد زائد ألفا مربع. أولا احنا ماذا وجدناه؟ أبي مربع، أبي ماذا وجدناه؟ أبي هو الجذر التربيعي لماذا؟ لألفا مربع زائد 2 ناقص لن ألفا ألفا مربع، ويساوي ماذا؟ الجذر التربيعي لألفا مربع زائد 2 ناقص ماذا؟ لن ألفا. وشنو هي لن ألفا حسب ما بيناها بقي؟ لن ألفا هي 2 ناقص ألفا مربع. لن ألفا هي 2 ناقص ألفا مربع كما بيناها 2 ناقص ألفا مربع لكل مربع طبعا، لأنه هذه 2 ناقص لن ألفا تساوي ماذا؟ الجذر التربيعي ألفا مربع زائد طبعا 2 ناقص 2 تروح زائد ألفا مربع لكل مربع هي ماذا؟ هي ماذا؟ الجذر التربيعي لألفا مربع كعامل مشترك في واحد زائد ألفا مربع تساوي طبعا الجذر التربيعي لألفا مربع في الجذر التربيعي لواحد زائد ألفا مربع، وتساوي طبعا ألفا الجذر التربيعي لواحد زائد ألفا مربع كما طلب منا أن نبين. الآن pour cette question toute trace de recherche même incomplète ou initiative même non fructueuse sera prise en compte dans l'évaluation. حاب يقول هنا أي محاولة سوف ولو غير كاملة أو ناقصة ولو أنها
من أي تمثيل، أي كتابة تصب في المعنى سوف تكون يعطى عليها تنقيط. La droite AP est-elle perpendiculaire à la tangente de T en P؟ الآن قال لي هل المستقيم AP متعامد مع المماس عند النقطة P؟ هذا هو السؤال. الآن سوف نأتي إلى هنا نحو جميع الإطراس هذا طبعا نحيهم. قلنا P. قبل ذلك لابد أن نرسم مرحلة بين الدالة F كي نبين لكي نعين ألفا فقط، لأن ألفا محصور بين 1.31 و 1.32. أنا أبحث عن القيمة الصحيحة لألفا وليس عن اللي هي ماذا قلنا F ما هي، أو مام حتى إي، أو مام حتى إكس مربع ناقص 2 زائد ألان إكس مربع ناقص 2 إكس مربع ناقص 2 زائد ألان إكس هكذا. إكس مربع ناقص 2 زائد ألان إكس. أعين فقط هذه النقطة، هذا مثلا اللي هي ألفا، ثم أقوم بمسح الدالة. سوف أرسم المستقيم طبعا هنا الذي يعامد نقوم برسم لا أدري ماذا به. المهم هنا أنا أريد الآن فقط أن أرسم هذا الشيء فقط، أريد أن أرسم F لألفا فقط. أبحث عن هذه الفاصلة فقط هنا. أردت أن أرسم مستقيم الذي يشمل نقطة B ويوازي محور التراتيب. لا أدري ما هو الإشكال الذي نعم هكذا، ثم يشمل نقطة
أنا أضع الآن هذه النقطة، ثم أرسم المستقيم الذي يشمل النقطة ويوازي محور. لا يهم الثانية، المهم عرفنا النقطة سي. النقطة سي هي التي سوف أرسم عندها المماس. لا طونجونت، ذلك المماس. والنقطة أبي، هذه ماشي سي، هذه صعب، فهي أبي، هي بي رونومي، هي النقطة بي فقط. هنا نقطة بي، المماس والمستقيم أبي. ما هي الزاوية التي بينهما؟ فقط سوف أضع نقطة هنا لكي أعرف قيس الزاوية. هنا هكذا، من هنا إلى هنا إلى هنا، طبعا 90 درجة. هنا واضح أنه متعامدان، المماس مع أبي. هنا ألفا وجدناها بطريقة كما رأيتم بالمنحنى، وجدنا ألفا أي القيمة الحقيقية وليس المحصورة، والزاوية تلاحظ أنها 90 درجة. كيف نبين ذلك؟ أن قال لي أولا لابد أن أبحث عن معامل توجيه. ما هو معامل توجيه المستقيم أبي؟ المستقيم أبي ما هو معامل توجيهه؟ أبي نقطة قلنا أ هي 0.2، والنقطة بي كما تعلمون أنها ألفا ماذا؟ ألفا لن ألفا. معامل توجيه أ هو فرق الترتيبتين لألن ألفا ناقص 2 على ألفا ناقص 0، اللي هي ألن ألفا. وش قلنا ألن ألفا؟ وش برهناها قبيل؟ ألن ألفا قلنا أنها 2 ناقص ألفا مربع، 2 ناقص ألفا مربع ناقص 2 على ألفا، اللي هي ناقص ألفا مربع على ألفا، وتساوي ناقص ألفا. هذا معامل توجيه مستقيم أبي، اكتبها معامل توجيه مستقيم أبي. بالنسبة لمعامل توجيه المماس، أو معامل توجيه المماس، واضح أنه أولا ما هي المشتقة؟ مشتقة الآلام، آلان إكس بريم تساوي 1 على إكس، أي أن اللي هي نسموها مثلا في فتح لإكس تساوي 1 على إكس، مشتقة الآلام. إذا كانت في هي آلان إكس، في لإكس هي آلان إكس، فإن في فتحة هي 1 على إكس. في فتحة لألفا ماذا تساوي؟ أي العدد المشتق عند النقطة ألفا هو نفس الميل. أنا في المستقيم إكس تقولوا نتايا تقولوا في فتحة لألفا في إكس ناقص ألفا، أي معامل توجيه هو في فتحة لألفا. في فتحة لألفا هو 1 على ألفا. معامل توجيه المستقيم أبي هو ناقص ألفا، ومعامل توجيه المماس هو 1 على ألفا، جداؤهما يساوي ناقص 1، وبالتالي فهما متعامدان. ونكون قد أنهينا حل هذا التمرين بفضل الله تعالى. نعتذر إذا كانت هناك بعض النقائص في الكتابات إلى غير ذلك. نرجو منكم أن تأخذوا بعين الاعتبار حتى الكلام الذي ذكرناه، ليس فقط التدوين الذي دوناه. شكرا.